لو انت قررت انك تبطل تمرين يا ترى هتخسر عضلاتك في وقت قد ايه؟ ناس كتير متوقعة ان هي اول لما تبطل تمرين اسبوع اتنين هتلاقي العضلات اللي هي بنيتها كلها اختفت. الموضوع مش بالظبط كده. جسمك تقريبا بعد ما يوقف تمرين بيخسر عضلات تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع. الموضوع ده مش دقيق، معتمد على كذا حاجة. هل انت لسه بتاكل نفس السعرات اللي انت بتاكلها وانت بتتمرن؟ انت بتدخل لجسمك احتياجك اليومي من البروتين ولا لا؟ طب انت بتتحرك طول اليوم ولا لا قاعد طول اليوم؟ طيب انت بقالك قد ايه بتتمرن؟ في نقطة مهمة عايز اوضحها. اول لما تبطل تمرين اسبوع ولا اتنين انت مش بتقل عضلات. هتقول لي يعني ايه؟ انت لسه قايل لنا من شويه ان انت تقريبا من اسبوعين لثلاث اسابيع عضلاتك بتقل. افهمك واحده واحده. اللي بيقل الميه والجلايكوجين اللي داخل العضله، فعشان كده انت بتحس ان حجم العضله صغر. يعني انت لو بطلت تمرين اسبوع ولا اتنين غالبا انت مش بتخسر عضلات. وحتى يا سيدي لو انت خسرت جزء من العضلات اول لما ترجع تتمرن عضلاتك هترجع اسرع بكتير من الطبيعي، وده بسبب حاجه اسمها مومري ماسل، الذاكره العضليه. طب هو انت لا اصلا لما بتيجي تبطل تمرين عضلاتك بتخس او عضلاتك بتروح؟ وده بسبب بسيط. انت في التمرين بتشيل اوزان تقيله فجسمك عشان يتعود على الاوزان دي بيزود عضلاتك وبيزود قوتك. انت لما تبطل تمرين طبيعي انك مش هتشيل الاوزان اللي انت كنت بتشيلها في الجيم، فعشان كده هتخسر عضلات. انت لو بطلت تمرين وبوظت الدنيا ارجع تاني واستمر، وفترة قصيرة وهترجع تاني. ولو استفدت ادعي لي دعوة حلوة واعمل فولو عشان اللي جاي يفيدك اكتر ان شاء الله.